عزيزي، النهارده هنتكلم عن حاجة كتير منكم فاهمينها غلط، وهي اضطراب الشخصية الحدية. في منكم سمعها قبل كده، وفي ممكن كمان ناس عارفة ناس عندها الاضطراب ده، بس مش عارفين اصلا هو بيتصرف ليه كده، وكمان بيتصرف بشكل درامي او بشكل مثلا مبالغ فيه. النهارده هنتكلم بشكل تفصيلي اكتر عن اسباب الاضطراب ده، وكمان هنشرح ازاي بيتم التعامل معاه والاعراض وطرق العلاج بتاعه. تابع معايا عشان تعرف اكتر. تخيل يا عزيزي ان مشاعرك عامله زي الزرار بتاع النور كده او اللمبه، بتقيد وتطفي كل شويه. اهو ده بالظبط صاحب الشخصيه الحديه، مزاجه بيتقلب في الثانيه 100 مره. يعني شويه مثلا تلاقيه بيحبك جدا، وشويه هتلاقيه بيكرهك، وشويه تلاقيه فرحان، وشويه تاني برضه الحياه بالنسبه له سودة. هتلاقي علاقته دايما متلخبطه، وفي نفس الوقت بيبقى خايف، بيبقى عنده شكوك او مثلا خايف ان اللي حواليه يسيبوه او يبعدوا عنه. وكمان بيبقى عنده كل يوم افكاره متغيره عن نفسه. هي النعمة انت بتتكلم صح. طبعا بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. والاضطراب ده انواع، وده طبعا يفسر ان مش كل الناس عندها نفس الاعراض. يعني مثلا في الشخصيه المندفعه، ودي اللي بتحب مثلا، ودي اللي بتلاقي ممكن تاخد قرارات غريبه او مثلا قرارات غلط، او حتى ان هي ممكن اصلا يعني تعمل مثلا لك انا هسافر مره واحده، او ان هو ممكن حتى يأذي نفسه او يأذي اللي حواليه. وفي كمان الشخصيه الهاديه، ودي الشخصيه اللي ممكن هتلاقي مثلا عنده مشاعره تبقى باين ان هي هاديه ومتزنه قدام الناس، بس من جواه في دوامه مستمره من المشاعر المتقلبه والغريبه. وفي كمان الشخصيه اللي هي مثلا العدوانيه، زي ان هو مثلا ممكن مره واحده تلاقيه بينفجر في اللي قدامك، او يزعق او يعمل حاجه، وده بدون سبب واضح. برافو عليك. ومن ضمن الأسباب اللي ممكن مثلا الشخص يتصاب بيها بالاضطراب ده هو مثلا مشاكل في الطفولة أو البيئة اللي بيكون فيها، إن هو اتربى في بيئة غير مستقرة مليانة مشاكل، أو إن هو اتعرض لعنف أو إهمال من هو صغير، أو حتى مثلا هو فقد مثلا شخص عزيز، أو البيئة عموما اللي حواليه فيها توتر كتير. وممكن برضو كمان يكون في عامل بيولوجي، زي مثلا ان يكون حد كان عنده نفس الاضطراب ده، فيبقى عنده استعداد ان هو يكون او يصاب بالاضطراب ده، او مثلا عنده مشكله في الكيمياء بتاعه المخ، اللي هي مثلا مش عارف يتحكم في المشاعر بتاعه. برافو عليك. اضطراب الشخصيه الحديه ممكن بيأثر على المصاب بيه في 3 جوانب. الجانب الاول هو نفسيا، هتلاقي دايما عنده مثلا هو حاسس ان هو مش متزن، حاسس ان حياته فاضيه وما فيهاش اي حاجه، وممكن كمان يجيله نوبات غضب او مثلا حزن مفاجئ. وكمان اجتماعيا طبعا تبقى علاقته كلها من اللي حواليه بتبقى بايظه، لانه ممكن يبقى بيحب حد بجنون جدا، وممكن فجاه مره واحده يبعد عنه. وممكن كمان برضه في نفس الوقت هو علاقته بتبقى كلها عموما بايظه. وكفايه برضه سلوكيا، لان سلوكيا هو ممكن مثلا يفكر في الانتحار او يعمل سلوكيات مثلا غلط زي شرب المخدرات. برافو عليك. من طرق العلاج يا عزيزي اللي هي بيستخدموها في التعامل معاه، اول حاجه وعندك العلاج النفسي، زي مثلا العلاج المعرفي السلوكي. العلاج المعرفي السلوكي هو بيعرف ازاي او مثلا بيغير الافكار السلبيه عند المصاب. وكمان في العلاج السلوكي الجدلي، وده بيعرف المصاب بيه ساعتها او ان هو يتعاملوا معاه ازاي، ان هو يقدر يتحكم في مشاعره سواء في الغضب او مثلا في عموما مشاعر بشكل عام. وكمان برضو في العلاج الجماعي، زي اللي هما بيكون مثلا بيقعدوا في جماعات مع بعض، ويبداوا كل واحد يبدا يتكلم عن مشكلته، مثلا بحيث ان هو يتعرف كلهم او كلهم بيبقوا متعرفين على بعض. وفي العلاج الدوائي، بس هو مش علاج الدواء او مش بيوصف الدكتور ساعتها علاج الدواء من الاضطراب بنفسه، بس بيوصف حاجات عشان تخفف التوتر والخوف والقلق اللي بيكون ناتج عن هو تثقيف الاهل، ان هو بيتعرف الاهل معلومات ان هم ازاي يقدروا يساعدوا المصاب او الناس ان هو بيكون شخص اللي بيكون مصاب ساعتها. ولو انت يا عزيزي هتتعامل مع حد عنده الحاله دي او هو الشخص المصاب بالاضطراب ده، اول حاجه لازم تبقى فاهم ان انت تفهم حالته، ان هو انت عارف ان مشاعره دي مش دراما او حتى تمثيل. وكمان لازم تكون ثابت في تصرفاته، يعني مش مره موجود ومره مختفي، لازم تبقى علاقتك واضحه بيه. وكمان لازم تبقى فاهم اكتر عن حالته عشان تقدر تتعامل بشكل احسن. وان انت ما ينفعش مثلا تقول له كلام جارح، او حتى لو هو قال لك كلام جارح لازم تبقى متفهم الفكره دي. وان انت كمان ما ينفعش تقول له انت حساس قوي، لا انت بتمثل، ان الموضوع ده هيعمل له احساس بالذنب بشكل اكتر. ايه الحلاوة دي؟ في النهاية اضطراب الشخصية الحدية اضطراب مش سهل، بس مع العلاج وان انت مثلا بتدعم المريض او الحالة وان هو يكون ملتزم بالعلاج، هتلاقي الدنيا بتعدي، وكمان الدنيا بتخف وتبقى احسن. وكده تكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب طبعا تكونوا استفدتم واستمتعتم بالحلقة. سلام.